السلام عليكم، ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة المسقعة المشوية. ايوه، المسقعة المشوية زي ما سمعتي كده. هتبقى خفيفة جدا على المعدة ومش هتعبنا. بس قبل ما نبدأ حابة بس أوجه كلمة شكر للناس الحلوة اللي بتدخل عندي. أحب أقول لهم ألف شكر يا أحلى ناس في الدنيا، بتشجعوني وبتحمسوني بصراحة إني أنزل فيديو جديد. ربنا كده يوفقنا ويوفقكم كلكم يا رب. ندخل بقى على الفيديو بتاعنا النهاردة، وهنعمل المسقعة المشوية زي ما قلنا في أول الفيديو. طبعا بنتعب من المسقعة لكمية الزيت الضخمة اللي بتبقى في المكان الآلية يعني بتاعة البتنجان والبطاطس. وكفاية بصراحة الصلصة، فإحنا من الناس اللي بتتعب جدا وبيجيلنا حموضة شديدة. ففكرنا نعمل مسقعة مشوية، وعملتها قبل كده وعجبتهم جدا، فقررت اعملها تاني معاكم بقى وتقولوا لي رايكم ان شاء الله. هنقطع البتنجان كده مكعبات زي ما انت شايفه، متوسطه بس سميكه شويه علشان تشرب من التقليه وتبقى عامله زي الكريمه كده وانت بتاكليها. هنرش عليها بقى شويه ملح وهنقلبها كده، وهسيبها بس تطلع الميه بتاعتها الزياده، علشان برضو احاول اقلل نسبه امتصاص الميه، امتصاص الدهون، مع اني مش هحط دهون يعني. هنجيب بقى بطاطس الكمية اللي انت بتحبيها طبعا زي ما انت عايزة. انا جبت مثلا كيلو من البتنجان وكيلو من البطاطس. هبدأ دلوقتي اقطع البطاطس برضو مكعبات، تبقى متوسطة ما تكونش رفيعة، عشان لما احطها في الجريل طبعا مش هحط غير بس دهنة بسيطة من الزيت، فما تبداش تلزق معايا او تتكسر معايا يعني، فلازم تبقى سميكة شوية. خلصنا البتنجان والبطاطس وهنحطهم على جنب، وهنجيب بقى المكون الثالث وهو الطماطم. جبت حبايتين بالعدد وبدأت أقطعهم كده مكعبات علشان أحطها مع البتنجان والبطاطس برضو في المسقعة بتاعتي. تمام. طبعا تقدري تحطي فيها فلفل رومي، انا ما كانش متوفر عندي فمش هنعطل يعني. جبت فلفل حراق كده كان عندي في الفريزر، ودي عجينة كفتة، والصلصة حطيتها على النار اتسبكت شوية حلوين علشان تبقى كده طعمها غني اكتر واحلى. جبت الجريل سخنته ودهنته بس دهنة بسيطة من الزيت، وبدأت احط عليه كده البطاطس، وهسيبه كده على الجريل لحد ما تاخد لون من ناحية ومن الناحية التانية فقط لا غير. انا عايزاها بس تغلف من الناحيتين بس. جبت حلة على النار وحطيت فيها كده معلقتين بالعدد من الزيت، مش ما كترتش خالص، وقلبت البصل كويس جدا، ونزلت كده بنص قرن فلفل حراق كده، وهقلبه كويس مع البصلة لحد بس لونها يبقى ذهبي كده، ذهبي غامق شوية. وهبدأ أضيف الكفتة، أو لو عندك لحمة مفرومة هتبقى حلوة برضو جدا، بس دي كانت متوفرة برضو عندي. فهبدأ دلوقتي هقلبها كويس وأتأكد إن هي يعني فتفتت كده من بعضها. هنزل بالطماطم ورشة من الملح وهقلبهم برضو تقليبة، وهنزل بعد كده بالصلصة اللي أنا كنت مسبكاها قبل كده. تمام. هنقلبها ونسيبها على النار تتسبك براحتها. اهم حاجة بس في الموضوع ده كله تكون الحاجة فيها دسم قليل، يعني علشان ما نبقاش اللحمة فيها دسم واحط زيت بقى والكلام ده كله فيبقى كتير. البطاطس خلاص خدت نص سوا وطلعتها. هنحط بقى البتنجان برضو دهنا الجريل كده دهنة بسيطة من الزيت، وهحطه على النار ياخد له بس وش من الناحية دي ووش من الناحية دي علشان يبقى شكله حلو. التقلية اتسبكت معايا. هنزل دلوقتي بنص معلقة من الملح، والخطوة المهمة جدا رشة السكر عشان تقلل برضو نسبة الحموضة اللي بتبقى في الطماطم. وخلاص كده هنحطها على النار بس دقيقتين. والبتنجان اللهم بارك، بصوا بقى عامل ازاي، شكله بقى تحفة وريحته حلوة جدا ومش شارب اي زيت ولا اي حاجة، يعني حاجة كده بسيطة جدا وحلوة. هنطلع البتنجان برضو كده وهضيف على الصلصة بعد ما تسبكت معايا تماما. هحط لها بس نص كوباية من المية
وهقلبها كويس. ليه المية؟ علشان التقلية لما بتتسبك بتتقل شوية، فانا عايزة احط لها بس نسبة المية دي علشان لما احط البتنجان والبطاطس ما يبدأوش كده يكلكعوا في بعض وما يستووش كويس. فانا كده هديها تقليبة تمام، وهغطيها بفويل وهسيبها على النار درجة متوسطة هادية جدا، متوسطة ايه هادية جدا علشان البطاطس تبدأ تستوي والبتنجان كده يبقى زي الكريمة كده، حاجة حلوة جدا. وبالهنا والشفا. لما بتخرج بقى بتبقى حلوة جدا، طعم اللحمة مع طعم المسقعة البتنجان والبطاطس، طبعا حاجة كده اللهم بارك، حلوة جدا. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وتجربوا طريقتي في عمل المسقعة كده الخفيفة اللي مش تقيلة خالص. بحبكم في الله يا احلى ناس، وشكرا لكم وسلام.